سجن قارة المرعب، الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود، فهو واحد من أكثر السجون رعبا وفتكا في العالم. دخولك لهذا السجن يعني أن نهايتك قد حلت. سجن داخله أخطر السياسيين والخونة في عهد المولى إسماعيل ملك المغرب. جدرانه تحكي قصة أشخاص عاشوا الرعب والجحيم داخله، رعب لم يسبق للتاريخ أن سجل مثله. الفرار منه يعني معجزة إلهية لا تصدق. وصفه البعض بأنه السجن الذي لا يمكن الخروج منه، والبعض الآخر وصفه بأنه السجن الوحيد الذي لا باب له. سجن مبني تحت أرض مدينة مكناس بالمغرب، مساحته كبيرة لدرجة أن لا أحد استطاع أن يحصيها، مكون من مئات وربما آلاف السراديب التي تكون متاهة تجعل من محاولة الهروب مستحيلة. فهو السجن الوحيد الذي لا يتوفر على أي أبواب، بل مكون من نوافذ صغيرة فوق سطح الأرض. فوق سطح السجن يلقى من خلالها السجين ليواجه مصيره، ومنها أيضا يلقى الطعام والشراب إلى السجين. ممراته متشابكة ومعقدة إلى درجة تجعل من السجين يموت قبل أن يصل إلى نقطة خروج. يقال أن هناك لعنة تحيط بهذا السجن وأن الجن حراسه. فبعض من سكان مدينة مكناس قالوا بأن السجن مسكون وأنهم يسمعون أصواتا بالليل تخرج منه، وفي بعض الأحيان يرون أطياف بالقرب من هذا السجن. فما حقيقة سجن قارة؟ وما تاريخه؟ ومتى بني؟ وكيف بني؟ ومن هم الأشخاص الذين سجنوا داخله؟ وهل بالفعل المولى إسماعيل لجأ إلى الجن لبناء السجن؟ ومن هم المغامرين الذين دخلوا في رحلة استكشافية إلى السجن ولم يعودوا منه؟ ستوب. مرحبا، إذا كانت هذه المرة الأولى التي تشاهدني فيها فاسمي مبارك القاس، يوتيوبر مغربي أعيش في المغرب، وهذه قناة المتداول. سأتشرف بانضمامك إلى القناة والاشتراك وتفعيل الجرس، ويلا نبدأ. في سنة 1672 ترأس المولى إسماعيل حكم المغرب وجعل من مدينة مكناس عاصمة للدولة. تميز حكمه بالقوة والاستقرار، نجح في توحيد المملكة المغربية بعد فترة من الانقسامات والصراعات الداخلية، فكان يدب الرعب في قلوب الأعداء والقوى الخارجية التي ترغب في استعمار أراضي المغرب الشريفة. فآنذاك لم تكن أي دولة تجرؤ على المساس بأرض المغرب. فالمولى إسماعيل كان معروفا بأسلوب حكمه القاسي والقوي، فقد اتخذ إجراءات صارمة ضد المعارضين والمتمردين. فقبل وصول المولى إسماعيل للحكم كان المغرب قد خسر الكثير من أراضيه لصالح الدول المستعمرة مثل إسبانيا والإنجليز والبرتغال، لكن مع وصوله للسلطة استطاع استرجاع أغلب الأراضي، من بينها مدينة طنجة التي كانت تحت حكم الإنجليز، ومدينة العرائش التي كانت تحت حكم الإسبان، وغيرها الكثير. حتى أن حاكم فرنسا آنذاك كان يخاف من المولى إسماعيل ويخشى أن يلتقيه وجها لوجه، فكان نقطة قوة المغرب، غير أنه عانى كثيرا من الخونة والمتمردين. لذلك قرر وفي القرن الثامن عشر إنشاء جحيم حقيقي تحت الأرض. قرر المولى إسماعيل بناء سجن قارة الذي يعتبر واحد من أسوأ الأماكن التي يمكن لشخص ما أن يدخلها. صمم السجن ليكون عبارة عن شبه مستطيل مكون من 3 قاعات شاسعة المساحة، مكونة هي الأخرى من مجموعة من الأقواس والدعامات الضخمة التي تشكل غرف وسراديب كثيرة، تشكل هي الأخرى متاهة حقيقية. مساحته لا زالت لغزا حير الكثيرين، فالبعض يؤمن أنه يمتد تحت مدينة مكناس، بينما البعض الآخر يقول أنه يتجاوز ذلك، تمتد مساحته تحت أرض مدينة مكناس إلى مدينة تازة. فقد صمم ليكون عذاب حقيقي لأعداء الوطن والخونة والجيوش المستعمرة، وأيضا السياسيين والمتمردين. يقال أنه على مدار تاريخه ألقي فيه أكثر من 2,000,000 سجين، وبحسب الروايات فإن السجن يتوفر على ممر سري واحد يؤدي إلى مكان سري للخروج السجناء. وقد وعد المولى إسماعيل بأن من يجد هذا الممر من السجناء وينجح في استكشافه سيكون جزاؤه إطلاق سراحه، لكن وللأسف لا أحد استطاع أن يعثر على الممر. والآن هناك من يتساءل لماذا لم يتم استكشاف هذا السجن حتى لا يبقى سجن سري مثير للجدل وأيضا مثير للخرافات والأساطير. وحييك عزيزي المشاهد على ذكائك، لكن يجب أن تعرف أن السبب ببساطة هو أنه لا يوجد على كوكب الأرض من لديه الشجاعة لدخول هذا السجن. فهناك اعتقاد سائد يقول أن السجن مسكون بالجن والعفاريت. سجن قارة حاليا قيد الترميم والإصلاح، لكنه قبل مدة قصيرة كان مفتوح في وجه السياح، لكن من غير المسموح تجاوز قاعات معينة في بداية السجن، لأن الكثيرين قد حاولوا استكشاف هذا السجن، لكن كل من دخل إليه لم يستطع الخروج مجددا. وكانت واحدة من المحاولات هي لفريق من المستكشفين الفرنسيين في التسعينيات، عندما قام هذا الفريق بتحضير كل الأدوات اللازمة والتجهيزات الحديثة لسبر أغوار سجن قارة واستكشافه، فكانت النتيجة مأساوية وللأسف فقد اختفى الفريق ولا يزال مصيرهم إلى يومنا هذا مجهول. بعد هذه الحادثة قامت السلطات المغربية بإغلاق السجن بجدار من الإسمنت الضخم وتركت قاعة واحدة فقط للسياح. سجن قارة يعتبر بمثابة لغز حير الكثيرين من محبي الاستكشاف، والأماكن
ولكن الغامضة. اختلفت الروايات حول تسميته، وتقول بعض المصادر أن الاسم مأخوذ من لقب أحد حراس السجن، فكان هذا الحارس ضخم البنية وأقرع أي بدون شعر، فاستمر الناس بمناداته بالأقرع، ومن خلال ذلك سمي بالسجن بسجن قارة. والبعض الآخر يقول أن اسم السجن من لقب سجين برتغالي وأداه المولى إسماعيل بالحرية لو قام بتصميم سجن يستوعب 40,000 سجين. في الحقيقة اختلفت الروايات حول سجن قارة، لكن يبقى علامة مضيئة ويبقى نقطة قوة لصالح المولى إسماعيل، نقطة قوة يشهد عليها التاريخ والأجيال، شاهدة على زمن من القوة والمجد في تاريخ المولى إسماعيل والمغرب. فهل ستظل الأسرار المتعلقة بهذا السجن مخفية للأبد، أم سيأتي يوم ما نكشف فيه الأقنعة وتظهر الحقيقة؟ هذا ما ستعرفه في الحلقات القادمة، لذلك اشترك في القناة وفعل الجرس ولايك للفيديو، وراك في الفيديو القادم.